بابا، ليه بتعمل كده في ماما؟ سيبها. ابعدي عني وما تقوليش بابا، انتي مش بنتي. قومي يا منى، قومي. احنا لسه ما طفيناش الشمع، ولسه ما اكلتيش من التورته يا حبيبتي. ده انت النهارده كان عيد ميلادك. قومي يا منى. انت موتها؟ انت موتت طفله بريئه؟ انت سايبني ليه عايشه؟ موتني انا كمان معاها. يا دكتور، احنا جايين عندك النهارده بعد ما حاولنا كتير اننا ربنا يرزقنا بالذريه، بس ما حصلش نصيب. احنا عدى على جوازنا 2 سنين، وسمعنا عنك ان مفيش حد جالك الا لما ربنا رزقه بالاولاد. انا مش عايزاكم تقلقوا خالص. كل اللي طلبوه منكم انكم تصبروا شويه صغيره. الخطوات اللي هنتبعها مع بعض مش هتاخد وقت خالص. هنعمل كذا محاوله لحد ما نوصل للتلقيح الصناعي، وهنحقق حلم الامومه ان شاء الله. اسفه، الدكتوره ناديه مش هتقدر تكمل يومها في العياده النهارده. هي بتلغي كل المواعيد والكشوفات عشان عندها سفرية طارئة، وإن شاء الله الكشوفات دي هتتأجل لبعد رجوع الدكتورة، وأنا هتصل بيكم بنفسي خلال أسبوع تقريبا تكون الدكتورة رجعت. لو سمحتي، أنا كنت في طريقي للمطار، بس عربيتي اتعطلت والدنيا ليل. ممكن أقضي الليلة عندكم النهاردة في البيت؟ طبعا يا حبيبتي، البيت كبير ويساعي من الحبايب 100. شكرا جدا على استضافتك، وأسفة على الإزعاج. اتفضلي هنا، الأوضة دي تقدري تقضي فيها الليلة، محدش هيزعجك. عرفيني عليكي يا حبيبتي، انتي اسمك ايه؟ أنا اسمي نادية، وشغالة طبيبة نسائية. أهلا بيكي يا حبيبتي. هروح بس أجيبلك العشاء وحاجة تشربيها وجايالك. كل الأوض اللي هنا دي يا طنط كلها ناس تعبانة، لو تقدري تساعديهم. أنا عارفة إنك دكتورة، أنا أعرفك كويس، بس انتي ما تعرفينيش. تعرفيني؟ يمكن جيتي عندي العيادة قبل كده، بس أنا مش فاكراكي. وعلى العموم، لو حد محتاج مساعدة أنا موجودة، بس أنا طبيبة نسائية، يعني مش بفهم في باقي التخصصات الطبية. لا خلاص، نامي دلوقتي انتي يا طنط، انتي أكيد تعبانة. بس عايزة أقولك على حاجة، أي كابوس هتشوفيه لما تنامي ممكن يختلط بين الحقيقة والكابوس. يعني ايه؟ أنا مش فاهمة حاجة. مش قلتلك يا طنط في البيت هنا الحقيقة بتختلط بالكابوس؟ أرجوكي ساعديني، أنا عايزة أطلع من هنا. كل الناس بتتولد أبرياء، لكن مش كلهم بيفضلوا محافظين على البراءة دي لحد ما يموتوا. في ناس بتتقلب شياطين ومجرمين وانتي منهم. أنا مش هقدر أساعدك غير لما تفتكري انتي عملتي ايه وظلمتي مين في حياتك. افتكري. ايه الصدفة الجميلة دي؟ معقول؟ ده أنا ما شفتكيش من أيام الثانوي. نورهان، ياه، على طول كنت في بالي. ده احنا كنا على طول مع بعض أيام الدراسة، بس افترقنا لما كل واحدة فينا دخلت كلية مختلفة. ايه ده؟ انتم طلعتم صحاب؟ طب كويس، أنا كده اطمنت عليك يا نورهان. ده جوزك يا نورهان؟ أهلا وسهلا بيك. قوليلي بقى يا ستي، اللي جابك عند دكتورة نسائية؟ ها، عايزة تبقي حامل؟ لا لا، أنا الحمد لله حامل في الشهر التاني. بس سمعت عن الدكتورة نادية وقد ايه هي شاطرة، بس ما كنتش اتوقع انك نادية صاحبتي. تمام. سيبيلي بقى نفسك خالص وان شاء الله تقومي بالسلامة.
ده أول حمل ليكي صح؟ أيوة، وخايفة طبعا، بس بعد ما شفتك اطمنت. أنا هكتبلك على علاج ومقويات تمشي عليها لحد ميعاد الولادة. أنا جايلك النهاردة يا نادية علشان حاسة إني قلقانة وعايزاكي تطمنيني. أنا بحس بتعب اليومين دول وخمول جامد، وكمان بينزل عندي دم، مش كتير بس من وقت للتاني. أنا مش عايزاكي تقلقي خالص، بس شكلك كده أجهدتي نفسك شوية. استمري على العلاج اللي كتبتهولك وما توقفيش، وإن شاء الله هتبقي كويسة. خلاص يا نورهان، ده قدر ربنا، محدش هيقدر يهرب من قدره. أنا عارف إن اللي حصل صعب، وصعب جدا كمان. يا نورهان أنا معاكي، مش هسيبك، ما تقلقيش. انت ليه يا نورهان من ساعة ما طلعتي من المستشفى ما تكلمتيش ولا كلمة؟ طلقني يا محمود. ازاي هتقدر تكمل معايا بعد اللي حصل؟ انا خلاص ضعت وحياتي كلها اتدمرت، فقدت ابني وكمان الرحم، وانت ذنبك ايه تتحرم من انك تكون اب؟ انا بعفيك من مشوار مش هتقدر تكمله معايا، وبقولك سيبني يا محمود. ليه ليه يا نورهان عملتي كده ليه؟ نورهان ماتت بسببك، بسبب حقدك عليها كتبتلها علاج غلط عشان تفقد الجنين وكمان الرحم. الإنسان الظالم بيعمل عملته وبينسى، لكن المظلوم بيفضل فاكر، ووجعه مش بيهدى أبدا لحد ما ياخد حقه. طيب أنا خلاص بعترف بغلطتي، أرجوكي ساعديني أطلع من هنا. مش هقدر أساعدك، لسه عندك أخطاء تانية. افتكري. تعرفي يا نجلاء، أكبر فرحة في حياتي لما جيت أتقدملك ووافقتي عليا. ده أنا كنت معجب بيكي قوي من فترة طويلة، وعلى طول كنت براقبك، وكان نفسي أتقدملك من زمان، بس كنت خايف لا ترفضيني. اعملي حسابك بقى إننا النهاردة هنقضي اليوم كله مع بعض، لازم نحتفل بخطوبتنا. اشربي يلا العصير اللي جنبك ده عشان نبدأ البرنامج بتاعنا. ما قلتليش ايه رأيك في العصير بقى؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انت عملت فيا ايه؟ وايه المشكلة يعني؟ احنا مخطوبين وخلاص هنتجوز. انت ازاي تعمل كده فيا؟ انت شايفني ايه بالظبط؟ مش خايف من ربنا ولا خايف عليا؟ انت انسان غير مؤتمن وخسيس، وربنا هياخد حقي منك. انا مش طايقة اسمع صوتك، بس انا في مشكلة كبيرة ولازم انت اللي تحلها. انا حامل، هتعمل ايه؟ دي مشكلتك انتي وانا ماليش دعوة بيها، حليها انتي بقى. هرفع عليك قضية وهاخد حقي منك. ما انتي لو فضحتيني هتفضحي نفسك. بصي، الحل المناسب لنا احنا الاتنين انك تيجي معايا للدكتورة اللي هتساعدنا نخلص من الحمل ده، ولا تفضحيني ولا افضحك، وانا اعرف دكتورة معرفتي شاطرة قوي في الحاجات دي. جبت الفلوس اللي طلبتها منك؟ ما تقلقيش يا دكتورة، المبلغ اللي طلبتيه معايا وهتاخديه بعد العملية على طول. ايه ده؟ دي عمالة تنزف، والنزيف مش بيقف، بحاول اوقفه مش بيقف. وبعدين اوعي تموت منك، دي تبقى كارثة عليا وعليكي. هي ماتت، واللي حصل مش بإيدي. انا قلتلك قبل العملية ان في خطورة على حياتك، ولو حصل حاجة انت اللي هتكون ملزم بيها. انا هتصرف، يلا شيليها كده معايا. ادينا خلصنا منها ورميناها في البير، يلا بقى هات فلوسي ومش عايزة اعرفك تاني. طيب وانا ذنبي ايه؟ بس انا معرفكيش، انا ما عملتش معاكي حاجة، ارجوكي طلعيني من هنا. لسه مش هينفع تطلعي، لازم تدفعي تمن كل اللي عملتيه، افتكري. اتفضلي يا دكتورة، الفلوس اهي. احنا موافقين نعمل عملية التلقيح الصناعي بأي شكل من الأشكال، لأن ده الحل الوحيد عشان نحقق حلم الإنجاب. مش عايزاكم تقلقوا خالص، العملية هتنجح ومراتك هتبقى حامل بعد العملية على طول. أنا فرحانة قوي يا مدحت، أخيرا العملية نجحت وأنا حامل أخيرا.
أنا كمان فرحان جدا. ربنا يتم فرحتنا على خير. نفسي الأيام تعدي بسرعة وتولدي وأشوف البيبي بقى. أنا عايز أعرف البنت اللي مراتي خلفتها دي بنت مين؟ اتفضلي اقري التحاليل بتاعتي. أنا واحد عقيم عمري ما أقدر أجيب ولاد. انطقي، دي بنت مين؟ انطقي بالحقيقة. دي مراتك هي اللي طلبت مني اعمل لها تلقيح صناعي بحيوانات منوية من شخص تاني، لان انت مش بتخلف، وهي اللي قالت لي اعملي اي حاجة، المهم ابقى ام، وجوزي كده كده مش هيعرف. يا خاينة، ازاي تعملي كده فيا؟ انتي لازم تموتي. تتفقي مع الدكتورة عشان تخلفي طفل من راجل تاني؟ انتي دمرتيني يا مجرمة. التحاليل بتقول اني مش بخلف. البنت دي مش بنتي. انا معرفش اي حاجة عن الكلام اللي بتقوله ده، والله العظيم انا مظلومة، وكل اللي اعرفه ان الحمل ده منك. بابا، ليه بتعمل كده في ماما؟ سيبها. ابعدي عني وما تقوليش بابا. انتي مش بنتي. قومي يا منى، قومي، احنا لسه ما طفيناش الشمع، ولسه ما اكلتيش من التورته يا حبيبتي. ده انت النهارده كان عيد ميلادك. قومي يا منى. انت موتها؟ انت موتت طفله بريئه؟ انت سايبني ليه عايشه؟ موتني انا كمان معاها. اي حد بره يفتح لي الباب، عايزه اطلع من هنا. ما تحاوليش تطلعي من هنا، انت هتفضلي هنا للابد، ده مكانك. لا حول ولا قوة إلا بالله. دي شكلها ميتة من امبارح ومحدش حس بيها عشان المكان هنا مقطوع. يمكن لو حد شافها كان أنقذها ووداها على المستشفى. ربنا يرحمها.